أهلا بيكم فنانين في قناة كتالوج الفن، الكتالوج الخاص بيك كفنان. هنبدأ في تالت محاضرة من محاضرات الكورس الشامل اللي هنزله هنا على اليوتيوب. وفعلا أنا مش عارف أصنف المحاضرة دي على إنها فعلا أهم محاضرة. مش هقول أهم محاضرة على مدار أول جزء حتى في الكورس، لكن هي لحد الآن هي فعلا أهم محاضرة، لأن هي مش بس محاضرة، هي عبارة عن تطبيق عملي على 3 محاضرات اللي أخدناهم. ال3 محاضرات اللي نزلوا، أول محاضرة اتعلمنا فيها حاجة، تاني محاضرة اتعلمنا فيها حاجة، تالت محاضرة هنتعلم فيها حاجة، وكمان في الآخر هيكون فيه جزء هيعتبر تطبيق على ال3 محاضرات. فأنا لحد دلوقتي بحاول إن أنا أنزل، وفي نفس الوقت كل كام محاضرة هيكون فيه تطبيق عملي بيلم المحاضرات كلها. فهي فعلا محاضرة مهمة جدا، هنتعلم فيها حاجة جديدة، حاجة لذيذة، وفي نفس الوقت حاجة كلنا كنا بنرسمها واحنا صغيرين بس ما نعرفش النظرية العلمية بتاعتها ايه، وهي أساس ال 3D. أول حاجة لازم نفهمها يعني ايه أساسا 3D، وايه أصلا أساس النظرية، أو النظرية بتتكون من إيه، أو ال 3D أصلا بيتكون من إيه. مبدئيا احنا عشان ندخل في ال 3D فاحنا لازم أكيد كلنا عارفين الرسم ال 2D، وهو الرسم اللي احنا بنرسمه في الطبيعي جدا، اللي هو ملوش أبعاد، ملوش غير طول وعرض بس، ملهوش ارتفاع. يعني بترسم مثلا على الورقة مربع، وعبارة عن طول وعرض بس. المحاضرة دي هي مترتبة على المحاضرة اللي فاتت، واللي فاتت مترتبة على اللي قبلها. لو تلاحظ أنا في آخر جزء في المحاضرة التانية وقفت عند جزء الأسطوانة والكرة، ساعة التطبيق العملي اللي عملته على التظليل والضوء والظل. طيب، فمعنى إن أنا بدأت في الجزء ده، فإحنا بدأنا كده في جزء الأشكال الهندسية. فأنا عشان كده المحاضرة دي حبيت إن أنا أعلمك إزاي ترسم الأشكال الهندسية ال 3D بشكل منظم جدا وبأساس النظرية العلمية. فأنا هسيب لك لينكات المحاضرات دي، المحاضرة الأولى والتانية في الديسكريبشن تحت. لو لسه شايفني دلوقتي فارجع شوفهم، وتعالى كمل المحاضرة دي عشان تبدأ إنك إيدك تتعود واحدة واحدة وتمشي بخطوات مدروسة وتوصل لمستوى كويس، أو تلاحظ تطور حتى في مستواك. فقلنا إن ال 2D هو الحاجة اللي ليها طول وعرض بس، زي الحاجات اللي إحنا بنرسمها على الورق عادي جدا. لكن ال 3D هي حاجة بتكون ليها طول وعرض وارتفاع. يعني ده الطول، ده العرض، ده الارتفاع. انت شايف الرسمة على الورقة مش مسطحة، انت شايفها حاجة مجسمة. فكده احنا عرفنا نفرق بين ال 2D وال 3D. ال 2D عبارة عن طول وعرض بس، ال 3D طول وعرض وارتفاع. طيب، هل احنا بنرسم ال 3D بشكل عشوائي كده مثلا، اللي هو انا هرسم مكعب؟ انا هنا بتكلم عن الاشكال الهندسية، تمام؟ بما اننا انتهينا في جزء الاشكال الهندسية، فهنبدأ بال 3D في الأشكال الهندسية. طيب إحنا لما رسمنا المكعب بالشكل ده، يعني إحنا رسمناه كده ليه؟ أو إيه أساسا يعني؟ طب إيه الخط ده وإيه الخط ده؟ إيه الخطوط دي يعني الخطوط دي عبارة عن إيه؟ فهنا دول كده المحور الرأسي والأفقي، دول ال 2D. يعني لحد هنا كده إحنا في ال 2D. طيب ال 3D بقى هنضيف خط تالت، ده أهمهم أو ده اللي يعتبر أساس لشكل ال 3D. الخط ده بنرسمه بزاوية تقريبا 45. يعني لو دي كده ودي عملنا لها امتداد كده، فده هيكون طالع من وسطهم. تمام. الشكل لوحده لحد دلوقتي كفيل إن هو يعلمك أساس ال 3D. طيب، تخيل المنظر معايا، الحيطة بتاعت أوضتك. بص، ده الركن بتاع الأوضة. بص فيه كده دلوقتي وأنت قاعد معايا في المحاضرة، بص في الركن بتاع الأوضة. هتشوف إيه قدامك؟ هتشوف حيطة قدامك، وهتشوف الحيطة التانية. يعني بشكل مبسط أكتر، إحنا واقفين هنا أهو، تمام، وبنبص على الأوضة من بعيد، فإحنا شايفين قدامنا حيطة، والحيطة التانية إحنا هنشوفها مايلة كده. أكيد مش هتشوف الحيطة اللي في وشك مسطحة وهتشوف الحيطة اللي جنبك مسطحة برضو. تمام. هيبان أكتر دلوقتي لما نرسم. فهبدأ أديكم مثال إن أنا هرسم مكعب. إحنا دلوقتي كنا بنرسم المكعب زمان وإحنا صغيرين، كنا بنرسمه كده.
مش صح، كلنا كنا بنرسم المكعب كده، وما كناش فاهمين احنا بنعمل كده ليه بنرسم مربعين وبنوصلهم كده. فاحنا مبدئيا في الرسم ال 3D احنا قلنا ان المحور الرأسي والأفقي هما ال 2D، فبنرسم الشكل ال 2D عادي جدا اهو. رسمنا مربع عادي جدا. طيب ازاي انا احوله من 2D ل 3D من الشكل ده للشكل ده؟ احنا عملنا الشكل ال 2D، فببدأ ان انا قلت ان الخط ده هو اللي بيضيف لمسة ال 3D او بيضيف جزء ال 3D، فهبدأ ان انا هعمل خط موازي ليه على الاطراف بتاعة الشكل. ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، وادي اربعة. تمام، كده احنا ضفنا الجزء ال 3D في الشكل بتاعنا، لان ده محور وده محور ليهم علاقة بال 2D وخلاص، ورسمنا الشكل ال 2D وانتهينا منه. فأي حاجة هنضيفها تانية الموازية للخط ده هي اللي هتحول الشكل ل 3D. وهبدأ إن أنا الشكل اللي طلع لي ده هوصله كده. بس ده الشكل اللي احنا كنا بنعمله زمان، كنا بنعمل مربع ووراه مربع تاني وبنوصلهم بالخطوط دي، واحنا مش فاهمين احنا بنعمل كده ليه، ويعني ازاي بيتحول مربعين لمكعب. فدي أساس النظرية ال 2D بنحوله ل 3D عن طريق الخط التالت ده اللي بيحول الرسمة بتاعتنا من 2D ل 3D. وعلى الأساس ده مش بس في المكعب، في أي شكل هندسي، أي شكل 3D. هنعمل دلوقتي أشكال صعبة، أشكال ما تخطرش في بالك. أنا هعمل لك شبه منحرف، هعمل لك هرم متوائي، هعمل لك أشكال يعني صعبة شوية إنك ترسمها 3D من غير المحاور دي. فتعالوا كده أهو هنعمل شكل تاني أصعب شوية. أنا المكعب ده بس كنت بشرح بيه. هنرسم شبه منحرف قائم أو شكل غير متوقع، شكل مش سهل إن احنا نعمله 3D من غير المحاور دي. طيب هنعمل كده، هنرسم الأول الشكل 2D زي ما اتفقنا. ده كده شبه منحرف قائم أهو، قائم الزاوية هنا. تمام، أنا حاسس إن هي قلبت على محاضرة هندسة شوية، بس صدقني الموضوع ممتع، ملوش علاقة بالهندسة. لو أنت ما بتحبش الرياضة جرب تعمله بجد، هتطبقه على أشكال كتير وهتلاقي الأشكال بتطلع معاك مظبوطة وشكلها تحفة. وكمان آخر المحاضرة فعلا هنضيف لمسة أو لمسات في الأشكال دي هنطبق بيها على المحاضرات اللي فاتت، فكمل معايا للآخر وما تزهقش. فده شبه منحرف قائم. طيب إزاي أحول الشكل ال 2D ل 3D؟ زي ما قلنا المحور ده هو المحور السحري اللي بيحول الشكل من 2D ل 3D. هنعمل خطوط موازية للمحور ده من رؤوس الشكل بالمنظر ده كده. هحاول إن أنا أقلل مصطلحات الهندسية شوية عشان في ناس ما بتحبش الرياضة بجد، بتخاف منها، فهحاول إن أنا أراعي الموضوع ده. فدلوقتي هنطلع الخطوط الموازية للمحور ده من الأشكال، بلاش رؤوس الأشكال بقى والمصطلحات الهندسية دي، ونوصلها زي ما عملنا في المكعب. هنوصل ده كده. بس شايفين ادي شبه المنحرف اللي احنا رسمناه 2D بقى 3D. طيب وهكذا على أي شكل، حرفيا أي شكل هترسمه 2D في ما بين المحور الأفقي والرأسي، عايز تحوله ل 3D هترسم خطوط موازية للمحور ده وتبدأ إنك توصلها، هيطلع معاك الشكل بكل بساطة. عكس ما تقعد أنت تحاول، طب أنا هرسم دلوقتي الشبه منحرف، هتعمل كده وهتطلع منه الخطوط دي كده زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين، أو بنرسم شكلين قصاد بعض. يعني مثلا هنعمل شكل كده ونعمل قدامه نفس الشكل
ونوصّلهم وخلاص وإحنا مش فاهمين إحنا بنعمل إيه، وبيطلع الشكل عشوائي، ما بيطلعش منظّم، ما بيطلعش يعني بيطلع مُعاق نسبيًا شبه ده مثلًا، فما كناش فاهمين إحنا بنعمل ده ليه، وما كناش فاهمين إزاي نطلّع الشكل مضبوط، ما كانوش بيطلعوا مضبوطين خالص، كان في ناس بتودّي الشكل في داهية، فأنت كفنان مش هينفع إنك تعمل العشوائية دي، ولازم إنك على الأقل حتى عقبال ما تاخد على الطريقة دي في الرسم ال3D في الأشكال الهندسية، هتكون إيدك على الأقل وعينك ضبطت النسب وضبطت الأحجام، فأنت لازم في البداية إنك ترسم بالشكل ده، هتعمل المحاور طبعًا خفيفة، يعني مثلًا لمّا تيجي ترسم مش هتعمل الشكل ده لأ، هتعمل محاور خفيفة خالص بالقلم الرصاص، وترسم الشكل بتاعك، بعدين هتمسح المحاور دي تاني، هيطلع معاك الشكل بس. زي ما قُلت هارسم كمان شكل صعب جدًا أو مش صعب، هو مش شكل مكعّب أو مش شكل ليه أوجه مثلًا زي دي، وهو الهرم، هنرسم الهرم برضه على المحاور دي، تمام؟ فتخيل معايا الشكل طيب هيطلع إزاي. أنا باحاول أشوف لكم أشكال صعبة عشان تعرفوا إن الطريقة دي أو النظرية دي هي أساس الأشكال الهندسية كلها حرفيًا. طيب الهرم بيكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن أنت بتشوفه من بعيد عبارة عن مثلث كبير، بس الجزء بتاعه من تحت عبارة عن مربع على الأرض، يعني هو مربع كده طالع منه الهرم كده. فإحنا دلوقتي هنرسم الجزء اللي تحت بتاع الهرم اللي هو القاعدة، هنرسمها 3D فهنرسمها موازية للمحور ده. الهرم كده إحنا كلنا عارفين إن هو مجسم، بالتالي أنا هابدأ فيه في إن أنا أرسمه مجسم على طول، مش هاعمله على ال2D الأول بعدين أحوله ل3D لأ، لأن الهرم أساسًا هو مجسم مش رسمة 2D، لكن المكعب مثلًا ال2D بتاعه المربع، الشبه المنحرف إحنا رسمناه 2D الأول بعد كده حولناه، لكن الهرم هو مجسم. ال2D بتاعه هو المثلث، فأنت مش هينفع تحوّل مثلث لهرم رباعي. أقول لكم أنا هاحوّل مثلث لهرم رباعي، يالّا، أنا هاتحدى أي حاجة. هنعمل مثلث أهو، مثلث قائم عادي أهو، وهاحوّله لهرم. طيب آدي الشكل ال2D تمام، هنحوّله ل3D هنعمل إيه بقى؟ بس هنا مش هنعمل خطوط طالعة منّه كده وكده وكده ونوصّلها، لإن إحنا كده هنعمل مثلث 3D. فإحنا عايزين نعمل هرم، فهنعمل القاعدة بتاعته زي ما قُلنا أهو، تمام، وهاوصّل من النقطة اللي هنا دي للقاعدة، هنعمل كده، وهنعمل كده، بس، ده بقى الهرم. فالموضوع بسيط جدًا، الموضوع سهل جدًا، أنت بترسم بس الشكل ال2D وبتحوّله ل3D من المحور ده. قُلت الكلمة دي بدل المَرّة 500 فما تزهقش بجد، بس باحاول إن أنا أحسّسك إن الموضوع بسيط، الموضوع مش هندسي، الموضوع بقى مش صعب، وفعلًا الحاجات دي هتعرف قيمتها في آخر الكورس، هتعرف كَم الأهمية اللي فيها، بجد، بجد أنا يعني مش عارف أنا إزاي باعمل كده في الكورس ده، بس يعني هو الكورس منّي ليكم بجد، حطيت فيه كل مجهودي، ومش مستني أدنى مقابل غير إني أشوفكم فعلًا مستواكم بيتطوّر وإن أنا أكوّن مجتمع فنانين. طيب حاجة جديدة أنا هاعملها في المحاضرة دي ما عملتهاش في المحاضرة الأولى أو التانية، بس أنا هاعمل مسابقة بسيطة كده صغيرة، هادّيكوا دلوقتي أشكال 2D وأنتم تحوّلوها ل3D وتصوروا لي الرسمة دي وتبعتوها على جروب التليجرام اللينك بتاعه برضه في الdescription تحت، ده جروب خاص بيكم أنتم بس الجروب private اللينك بتاعه في الdescription تحت، اللي بيتفرّجوا على الفيديو بس أو المشتركين في قناة كتالوج الفن ويشوفوا الفيديوهات اللي فيها هم اللي هيشتركوا في جروب التليجرام ده بس. فهديكوا دلوقتي شكلين 2D تحولوهم ل3D وتصوروا الرسمة وتبعتوها، وطبعا اللي هيعملها صح هي دي مسابقة صغنونة كده هتنافسوا بيها بعض أو هتطبقوا بيها ونشوف مستوى بعض.
أول شكل هو متوازي أضلاع، تمام، ده الشكل الأول. تاني شكل وده فعلا اللي هيميز اللي فهم وعرف يطبق من اللي لسه ما بيعرفش يطبق، وهو الشبه منحرف بس اللي مش قائم، مش زي ده. ده يعني من أصعب الأشكال اللي ممكن ترسموها 3D. مش ب... مش بحبطك إنك مش هتعرف ترسمه، بس فعلا ده اللي هيميز حد عن تاني، أو هيميز اللي فهم من اللي مفهمش. بلاش يميز حد عن تاني، عشان إحنا هنا مش بنعنصر بس. ده هيميز اللي فهم وعرف يطبق من اللي معرفش يطبق، أو اللي خلاص وصل للمستوى الكويس في الجزئية دي، أو اللي لسه محتاج يتمرن تاني ويعيد الفيديو ويشوفها من أول وجديد. فأدي أول شكل. تاني شكل هستناكوا طبعا تحولوهم ل 3D وتصوروهم وتبعتوهم على جروب التليجرام زي ما اتفقنا، وهندخل في الجزء التاني من المحاضرة. طيب الجزء التاني من المحاضرة إن إحنا هناخد شكل من دول، ولنفترض إن إحنا أخدنا المكعب. هنبدأ إن إحنا نطبق عليه نظرية الضوء والظل تاني والتظليل، لأن مخد مخدش حقه قوي في المثال اللي عملناه بتاع الأسطوانة والكورة بتاعة المحاضرة التانية. لأن زي ما قلت هي مش مخدتش حقها في المحاضرة التانية، بمعنى أصح هي دي كانت بداية المحاضرة دي. تمام، لأن أنا ما كانش ينفع أخد أمثلة أكتر من غير ما أديكوا أساس ال 3D وتعرفوا إزاي ترسموا الأشكال الهندسية. تمام. برضه في تريكات هقولكوا عليها في الآخر، يعني مثلا حاجة زي الأسطوانة إزاي نعملها بالمحاور دي. تمام، هقولكوا بعد ما أخلص الجزء ده إزاي تعملوا حاجة زي دي. إحنا دلوقتي رسمنا 4 مكعبات، هنعمل عليهم يعني الأربع زوايا، 4 زوايا من الضوء. هنعمل في أول واحد الضوء بالزاوية دي. في الشكل التاني الضوء هيكون عمودي من فوق. في الشكل التالت الضوء هيكون جاي من ورا الشكل، يعني الشكل أهو هو هيكون جاي من بعديه، يعني المكعب قدامنا والضوء وراه. ورابع زاوية الضوء هيكون جاي من الشمال لليمين كده. طيب هنبدأ بأول شكل. نظرية الضوء والظل برضو أنا قلتها في المحاضرة اللي فاتت، هعيدها بسرعة. إن الشكل المقابل للضوء بيكون أفتح جزء في الشكل، وقلتلكوا إن أي تظليل أو ضوء وظل بيكون مكون من 3 درجات أو 3 أشكال: منطقة الضوء اللي بتكون فاتحة، منطقة الظل اللي بتكون غامقة، والمنطقة الوسط اللي ما بينهم. فهنبدأ نطبق الحاجات دي في الأشكال دي. زائد إني قلت إن في التظليل ما بنتقلش الأوتلاين، عشان كده أنا راسم المكعبات بدرجة خفيفة، الأشكال مرسومة خفيفة، عشان ما ينفعش زي ما قلت في الكورة المحاضرة اللي فاتت نتقل الأوتلاين ونظلل. فهنبدأ واحدة واحدة بدرجة 6B أو 4B أيا كان، نشوف الضوء جاي من فين، ونبدأ نقسمها لنفسنا على خفيف كده 3 أجزاء. تمام، دي هتبقى منطقة الضوء، ودي الظل، ودي الوسط. عشان ما يبقاش مثلا التظليل بتاع الشكل يكون الجزء التقيل عامل كده والجزء الخفيف بعده عامل كده. لا، ما بنعملش كده. بنحاول إن احنا ندمج الجزئين مع بعض لحد ما نوصل لشكل كده زي يكونوا داخلين في بعض، يعني يكون متجانس أو متداخل مع بعض بالشكل ده كده. هنكمل الرسمة دي كده هنا. أنا حاولت أوضحه شوية، بس هو عشان برسم بالرصاص، والضوء لما بيضرب في الرصاص بيدي درجة فاتحة أو بيلمع، فهو مش واضحة قوي.
بصوا هي بجد مشكلة يعني المشكلة مشكلة في الضوء، يعني بص لو ضلمت كده، يعني كده بيبان الشكل نفسه بس يعني صعب بصراحة الكاميرا تجيب الدرجة الحقيقية للقلم وهو الضوء ضارب فيها كده ومش عارف أرسم كده، فأنا هرسم يعني هحاول أظللهم وأوريكم الشكل، بس انتوا عرفتوا عامة. يعني أنا هشرح لكم النظرية أحسن وهوريكم الأمثلة على طول. النظرية إن إحنا بنشوف المناطق البعيدة عن الضوء، تمام، وبنديها الدرجة تقيلة اللي هي 3، وبنشوف منطقة الضوء وبنديها الدرجة اللي هي 1، وبينهم بنعمل الدرجة التانية اللي هي ما بينهم، تمام. فبنشوف أبعد مكان زي ما عملنا هنا مثلا الضوء جاي من ورا، بالتالي الشكل كله هيكون واخد منطقة الظل. هنا الضوء جاي من الشمال لليمين كده، فهتكون عكس الأولانية، هتكون دي بعيدة عن الضوء ودي بعيدة عن الضوء، تمام. هتبقى واخدة يعني منطقتين الظل هنا، وهنبدأ دي كده كده منطقة الضوء، وما بينهم هنا الجزء ده كده هيكون المنطقة بقى الوسط. هندي هنا درجة خفيفة سنة، وندي هنا درجة خفيفة سنة اللي هي الوسط اللي ما بينهم، تمام. ودي هتكون درجة الضوء، ونبدأ إن إحنا نتقل باقي الشكل، تمام. الضوء جاي كده فظل الشكل هيكون هنا، الضوء جاي من فوق لتحت فالظل هيكون حوالين الشكل بالظبط، يعني كأنك واقف والشمس فوقيك فأنت بتشوف الظل بتاعك بيكون تحتيك على طول. الضوء جاي من ورا فهيكون الظل جاي علينا إحنا كده، كأنك ماشي وخيالك بيكون وراك لو الشمس جاية في وشك، تمام. فده شكل الكرة، تمام، بالأربع زوايا. شوفوا الضوء جاي ازاي والظل عكسه ازاي، وشوفوا الدرجات بتاعة التظليل، الأتقل والأخف، والدمج ما بينهم. يعني زي ما قلت هنا إن إحنا بنحاول ندمج الفرق ما بين الدرجتين التقيلة والخفيفة، تمام. تاني شكل هو المخروط، شايفين برضو الأربع زوايا بتوع الضوء، تمام، أو زوايا مختلفة. يعني الشكل الضوء جاي من ورا، الشكل جاي من على اليمين من على الشمال وجاي من فوق، هما الأربع زوايا بتوع الضوء. والظل برضو عكس الضوء، ركزوا في التفاصيل دي. شايفين شكله هنا، شكله هنا أوضح من هنا بكتير، يعني عشان هنا قريب من الكاميرا أكتر. وادي الأسطوانة، فادي الأربع أشكال. السكتش لو جيت حطيته بعيد، تمام، مش باين زي ما باين من قريب بالشكل ده. بصوا الاختلاف. الصفحة دي برضو اللي في السكتش هصورها وأنزلها على التليجرام بجودة كويسة بحيث تشوفوها وتركزوا في تفاصيلها وتبدأوا إنكم تطبقوا النظرية على الأشكال دي كلها، سواء أشكال هندسية أو مش هندسية. يعني ممكن تعملوا كده في الأشكال اللي إحنا خدناها في المحاضرة دي، طيب هتعملوا كده في الهرم، في المكعب، في أي شكل خدناه، في الأشكال اللي هتطبقوها حتى هتطبقوا عليها النظرية بتاعة ال 3D، وأي شكل يجي في دماغكوا. وده الجزء التاني. التركية اللي قلت هقولها إزاي مثلا ترسموا المخروط مثلا، تمام، أو إزاي نرسموا الأسطوانة. الأسطوانة بتبقى عاملة كده، فحاجة زي دي صعب نرسمها على المحاور. طيب هنعمل فيها إيه؟ هنرسم التلات محاور بتوعنا عادي جدا أهم، وهنرسم أبسط أو الشكل المجسم الأقرب للأسطوانة. أنا شايف إن هو هيكون المستطيل. هنرسم مستطيل كده، تمام، ونحوله لمجسم، هنخليه 3D كده. كده احنا ادينا أقرب شكل للأسطوانة. هنحول بقى الجزء المربع ده لدايرة كده، ودي برضو هنحولها لدايرة كده، ونوصلهم ببعض بس من غير الخط اللي في النص ده. يعني هنمسح اللي في النص ده كله. الجملة بتاعتي ضايعة ويعني مش عارف أعمل إيه بجد. أي فنان لازم جملته تبقى ضايعة، طبعا هي ضاعت قبل المحاضرة على طول فملحقتش أتصرف أو أجيب جملة تانية. فأدي كده احنا وصلنا لشكل الأسطوانة. هنمسك كمان الزيادة اللي برا دي. فشايفين احنا عملنا شكل الأسطوانة برضو
في المحاور دي عن طريق إن إحنا بنبسط الشكل اللي قدامنا لشكل هندسي ينفع نعمله على المحاور، بنشوف أقرب شكل ليه زي ما عملنا في الأسطوانة. أقرب شكل ليها هو متوازي المستطيلات، تمام، فبنرسمه على المحاور وبنحوله للشكل اللي احنا عايزينه. فدي برضو تركاية مهمة لازم تاخدوا بالكم منها ولازم تطبقوها على كذا شكل. هديكوا برضو شكل تاني زي المخروط اللي هو بيكون عامل كده، ده بيكون ده الارتفاع بتاعه كده، تمام، وده الشكل نفسه من بره بيكون عامل كده، تمام. فده الشكل من بره وده الشكل من جوه. حاولوا انكم تبسطوا الشكل ده بقى لأقرب شكل هندسي ليه، وتوروني هتعرفوا تعملوها على المحاور ولا لأ. ده برضو هنعتبره تالت حاجة هنعملها ونصورها ونبعتها على التليجرام، على جروب التليجرام. وكده وصلنا لنهاية المحاضرة. عرفنا إن نهاية المحاضرة اللي فاتت كانت بداية المحاضرة دي، فلو انت مشوفتش المحاضرة اللي فاتت فلازم تشوفها، والمحاضرة اللي قبلها لو مشوفتهاش برضه فما تشوفش اللي فاتت غير لما تشوفها. تابع التلات محاضرات من الأول، هما مش كتير مدتهم التلاتة على بعض، مش هيكونوا أكتر من ساعة، فحاولوا إنكم تشوفوهم وتطبقوهم كل يوم، تاخدوا محاضرة على الأقل لحد ما المحاضرة الجديدة تنزل. المحاضرة دي كده اتعلمنا فيها أساس نظرية ال 3D وإزاي نحول أي شكل 2D لشكل 3D، تمام. وطبقنا نظرية الضوء والظل، قلتلكوا برضو هتعملوهم ازاي يعني باستفاضة أكتر عن المحاضرة اللي فاتت، ووريتكوا أمثلة كتير جدا يعني حوالي 16 مثال، 4 أشكال كل شكل ب4 زوايا، فكده 16 شكل. هبعتلكوا الصورة بتاعتهم تكون واضحة على جروب التليجرام وتشوفوها وتبدأوا إنكوا تطبقوا. واتعلمنا تركاية مهمة جدا إن إحنا ازاي نعمل شكل مش مجسم يعني مش هندسي، زي مثلا الأسطوانة مش هندسي بمعنى كلمة مش يعني هو شكل هندسي بس مش زي المكعب، مش زي متوازي المستطيلات. فعرفنا ازاي نحول أشكال زي دي ما ينفعش إن احنا نعملها على المحاور، ازاي نعملها على المحاور بإن احنا بنبسطها لشكل قريب منها ينفع نعمله عليه ونحوله للشكل اللي احنا عايزينه. واديتكوا التلات اختبارات دول، ممكن نسميهم اختبارات بحيث أنا هقيس بيها مستواكوا. اللي يعرف يعملهم فعلا فهيكون فهم التلات محاضرات، لأن احنا طبقنا التلات محاضرات كأساسيات وكتظليل، وكالمحاضرة التالتة اللي هي الأشكال الهندسية وال 3D. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زرار الجرس عشان يوصلكوا المحاضرات الجديدة وتتابعوها أول بأول عشان توصلوا للمستوى اللي أنا عايزه في المدة اللي أنا محددها للكورس. وبس كده، دي المحاضرة التالتة من الكورس الشامل اللي هينزل على قناة كتالوج الفن، وأشوفكوا المحاضرة الرابعة على خير.